السلام عليكم يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم بالفقرة الثانية او الجزء الثاني من الابراج باختصار، والنهارده هنتكلم عن برج الثور، البرج الترابي. ولكن قبل ما ابدا اتاكدوا انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي وفعلين جرس، وخلينا نبدا. اول حاجة عاوزة اقولها ان الثور بجد بحس ان الناس مش عارفة قيمته صح. انا شخصيا من الناس اللي مش بتعامل كتير مع الثور في حياتي، ولكن لازم اقول كلمة حق، وهي ان برج الثور بجد بالفطرة موهوب. هتلاقي إن عنده كلهم على فكرة معظمهم عندهم قدرة على الطبخ أو عندهم ذوق عالي، علشان الثور أصلا لما احنا بنتكلم عليه بالأبراج عامة دايما بنربطه باللكجري، بالحاجات الفاخرة، الحاجات الغالية، الحاجات اللي ليها ذوق عالي. ليه؟ علشان الثور نفسه بيحب الحاجات دي، بيحب الرفاهية. هتلاقي ان هو من اكتر الابراج الطبيعية، مش الطبيعية كشخصية بس، طبيعية عنده حب للطبيعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عنده حب مثلا ان هو يمشي على الارض كده حافي، ان هو يقعد في الطبيعة، ان هو مثلا يكون عنده حيوانات أليفة، ان هو يلعب مع الحيوانات الأليفة دي. عنده حاجة جواه كده بتميل لطبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان من غير حاجة. وفي نفس الوقت عنده الذوق ان هو يقدر ينسجم مع اي حد بحياته الاجتماعية، يكون مثلا VIP او يكون حاجة كده مهمة في الحياة، عنده القدرة ان هو ينسجم معاه بس بطريقة طبيعية. ده غير بقى في انواع اكيد للثور زي ما في انواع لكل برج. في الثور اللي هو هتلاقيه طبيعي جدا، اللي مش بيحب يعمل حاجه في وشه ولا يلبس حاجات اوفر، وانا بتكلم عن الست اكتر من الراجل دلوقتي يعني في الموضوع ده. اللي مش بتحط ميك اب كتير، اللي مش بتصبغ شعرها، سايبه شعرها ابيض يطلع كده، اللي مش بتهتم بان هي تروح مثلا على النادي وجسمها يكون حلو، بالعكس طبيعيه جدا وعفويه جدا. بتحب ان هي تعمل اكل وتعزم الناس عشان هي بتحب ان هي تكون مضيافه، بتحب ان الناس تيجي بيتها، بتحب ان هي تعمل لهم اكل عشان عندها ذوق عالي. وهتلاقي نوع تاني مثلا تور كده بتعشق الفلوس، عايزه واحد غني جدا عشان تكون معاه، ومهتمه بادق التفاصيل في التجميل، ايه اجدد حاجه بتعملها. دول نوعين، ومعظم الوقت مش بيكونوا نفس الشخص، مستحيل يكونوا نفس الشخص. يعني زي ما كل دول عندهم حاجات مشتركة، برضو عندهم حاجات بتفصلهم عن بعض. كلهم عندهم نقطة الفلوس دي مشتركة، كلهم يا اما عندهم حظ بالفلوس يا اما بيحبوا الفلوس. هو عامة كل الابراج الترابية كده، بس الجدي والتور اكتر من العذراء. والتور هتلاقيني بيته معظم التور عندهم النقطة دي في بيتهم، ان بيكون في الوان ترابية كتير زي البني، الخشب، بيحبوا الخشب جدا، والزرع. عمري ما قابلت تور ما عندوش زرع في بيته او ما بيحبش الزرع، عمري في حياتي. معرفش بقى لو انت اللي بتتفرج عليا تور بتحب الزرع ولا لا، بس بجد معظم الناس اللي شفتهم بيحبوا جدا فكرة ان هم يربوا حاجة، يكبروا حاجة، يهتموا في حاجة على مدى طويل. دي كانت الإيجابيات، خلينا نروح على السلبيات شوية. مشكلة التور هما عامة مشكلتين أساسيين. أول حاجة العناد، مفيش اعنت منهم، عندهم فكره في دماغهم مش هتغيرها، حتى لو هو اقنعك ان هو غيرها ما غيرهاش. وتاني حاجه مش بيسامحوا خالص. يعني مثلا المبدا اللي انا بسامح ومش بنسى، لا، التور مش بيسامح، ممكن ينسى. يعني ممكن اللي هو مثلا تعمل غلط مع واحد بس خلاص انت انتهيت من حياته، حتى لو هو كلمك عادي، حتى لو هو اتعامل معاك عادي، هو يعني صدق وامن وكل الكلام ده ان هو مش تمام معاك، ولا عمره هيبقى تمام معاك. عشان هم عندهم فكرة كده ان اللي بيغلط فيا مرة بيغلط فيا 1000 مرة، خلاص مفيش داعي اصلا ان انا اعمق العلاقة اكتر من كده واخلي حاجة تحصل بيني وبين الشخص. فعشان كده التور هتلاقيه بجد صعب جدا ان انت تخليه يسامحك، خصوصا لو الجرح كبير. وبرضه هتلاقي ان التور على قد ما هو يعني مش بيبين عاطفته كتير للناس، بس هو عاطفي جدا من جوه. بس العاطفه بتاعته مش زي العاطفه العاديه، يعني مثلا انا بحس حاجه مثلا عايز اعيط فانا بعيط، لا، التور كده زي كده حاجات بتتبني، يعني مشاعر بتتبني. الواحد لما بيصفح الكيل عنده بينفجر. التور لا، بتحس ان هو جواه دايما المشاعر دي شغاله، يعني مش بتقف. يعني قد ما هو بيبان ان هو بوكر فيس وما فيش حاجه فارقه معاه، بس هو من جوه دايما بيحس في حاجه، دايما في حاجه في قلبه، مش في دماغه، في قلبه، دايما حاسس بحاجه. وعنده الحواس دايما بتكون عاليه جدا، الحواس كلها، شم والنظر وكل الكلام ده، يعني دايما زايده عنده. وفي الحب هتلاقي ان التور بيحب دايما ان هو يشغل كل الحواس اللي عند الشخص اللي قدامه. يعني مش بيشتغل بس على مثلا الشكل، لا، فكر في الضوء، هيعمل لك اكل حلوه، النظر هيكون شكله حلو، لمس، ممكن يحب يلبس حاجات فيها زي مثلا كشمير، زي الحاجات الفابريكس او القماش اللي ليه كده زي
مش عارفه اقولها ازاي، انتوا فهمتوا قصدي يعني. مثلا يحط اغاني في الباك جراوند. انا كل التور اللي قابلتهم عندهم ذوق غريب ولكن حلو في الاغاني، يعني بيسمعوا حاجات مش كل الناس بتسمعها، مختلفين في النقطه دي جدا عن الباقي يعني. عندهم كده ذوق عالي، كيف مزاج كده، عندهم كده زي فايب، زي اورا كده ليهم هم، بس مفيش حد زيهم في الموضوع ده. وبرده حاجه مش بحبها في التور، وانا بشوف ان الحاجه دي شبه الميزان فيها شويه، هي على قد ثقافته وفهمه وذكائه، بس للاسف بيجاسب كتير. جاسب يعني اللي هو ايه، الجاره دي اللي هناك مش عارفه عملت ايه، فجت واحده قالت للتور، التور خلاص الناس كلها عرفت ان الجاره دي عملت كده. يعني التور كده من النوع اللي كده مش مهم في حياته، يعني ما عندوش مشكله يفضل يتكلم كتير عنك، ما عندوش مشكله. دي حاجه مش حلوه، مش كل التور اكيد بس معظم التور كده. فباختصار التور انسان ذكي جدا، راقي جدا، ذويق جدا، عنده ذوق عالي جدا، وعنده مثابره وعند بيوصله لاماكن حلوه قوي في الحياه، عشان هو بيفضل مثابر كده في الحياه، مش بيستسلم. يعني مفهوم غلط دايما، يعني دايما مفهوم ان هو انسان مش عاطفي وانسان بارد. لا لا لا، هو ابدا مش كده، بس مفيش ثقه، ما عندوش ثقه كافيه بالناس، وعشان كده برضه مش بيسامح حد بسهوله. حتى لو ممكن نقول مش بيسامح خالص يعني. لو عاوزه يكون مبسوط في حياته معاك لازم تكون مقدر ان هو عنده مساحه خاصه، ان هو في اوقات كتير مش هيحب يطلع فيها من البيت، في اوقات كتير هيحب ان هو يقعد في قوقعه مع نفسه، انت لازم تسيبه وتحترم الموضوع ده. ان هو عنده ذوق معين مش هتعرف تغيره، مش هتقدر تغيره، لازم تتقبله. ولو عاوز تجرح التور حسسه ان هو مش انسان مهم في حياتك، ان كل حاجه بيعملها مش كافيه، ان اكله مش حلو وشغله مش حلو، وما تحسسوش بامان معك. يعني التور اكتر حاجه بيحبها ان هو يحس بامان مع الشخص اللي هو معاه، امان واستقرار. يعني انا عارف ان الانسان ده عمره ما هيسيبني. التور بيحب كده، كل الابراج الترابيه خدوها قاعده بيحبوا كده في العلاقات العاطفيه. فلو انت ما قدرتش تحسس التور بده مش هيكون مرتاح معاك وهيسيبك قد ما حبك. ولو بيعمل كده خلاص مش هيرجع تاني، انتهى. ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناتي وتفعلوا الجرس. لكم هنا البلاي ليست عملته عن برج التور، اكتبوا لي تحت في التعليقات انتوا رايكم ايه في الكلام ده، ايه الحاجات اللي بتحبوها في التور وايه الحاجات اللي مش بتحبوها في التور وليه. وزي ما بقول في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير، مع السلامه.